السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله قدمت على شغل وجيت المملكة العربية السعودية. أول يوم نزلت من المطار رحت السكن بتاعك أو المكان اللي أنت هتريح فيه. تاني يوم إيه المفترض إن أنت تعمله؟ تاني يوم لازم تشتري خط موبايل أو خط جوال زي ما بنقول هنا في السعودية. تشتري خط الموبايل وتروح تسأل أي حد قديم معاك في السكن أو أي حد حوالين منك، قول له لو سمحت أنا عايز أعمل حساب أبشر. هيقول لك والله روح فعل الحساب في أي مكان فيه جهاز الخدمة الذاتية. جهاز الخدمة الذاتية ده بيبقى عبارة عن جهاز بتروح تفعل فيه بصمتك وبتروح تحط فيه رقم الحدود اللي هو دخلت بيه البلد لو انت لسه ما طلعتش إقامة، وبتدخل رقم الموبايل اللي انت شاريه. تمام، وبيتفعل لك حساب ابشر. في خطوات بتمشي عليها كده مع الجهاز. تمام، وبيتفعل لك حساب ابشر وبتنزل التطبيق اللي هو برضه بيحمل نفس الاسم، تطبيق ابشر. طب ايه مهمته تطبيق ابشر ده؟ تطبيق ابشر ده هو بوابتك لكل حاجه في المملكه تقريبا. اي خدمه عايز تعملها، تجديد اقامه، نقل كفاله، توثيق عقد، بتشتري سياره، بتبيع سياره، ده هيحتاج منك انه يكون لديك حساب في ابشر. فدي حاجه مهمه 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 لاي حد جاي المملكه في شغله هيستقر هنا باذن الله، او ضروري ضروري ضروري، لانه ده بوابتك لكل الجهات الحكوميه تقريبا. وزاره الداخليه، وزاره النقل، بتطلع رخصه، بتحجز موعد لرخصه. كل الحاجات دي لازمها انك تكون مسجل في ابشر. بتطلع تاشيره ذهاب وعوده، بتعمل خروج نهائي. كل الحاجات دي عفوا، كل الحاجات دي بتحتاجها. فخلي في دماغك الحاجه دي، بمجرد ان شاء الله ما تيجي المملكه العربيه السعوديه تاني يوم تقوم تشتري خط وتفعل حساب ابشر وتنزل التطبيق. لازم يبقى لك حساب في منصه ابشر، عشان ده بوابتك لكل حاجه هنا. وعامة كل حاجة بعد ما انت بتفعل الحساب ده بتبقى سهلة. يعني لو عايز تفتح حساب في البنك اكونت بيتفتح اونلاين. عايز برضو فيما بعد طلعت رخصة وعايز تجدد الرخصة برضو بتبقى اونلاين. عايز تعمل خروج ذهاب وعودة اونلاين. عايز تعمل خروج نهائي برضو اونلاين. عايز تنقل كفالة، كل ده اونلاين. فالموضوع بيبقى بسيط. خلص الخطوة دي وبإذن الله الدنيا كلها هتبقى بسيطة معاك وسهلة بإذن الله، وربنا يرزقكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.